كابتن هيثم فاروق بيقول لك ربنا خلق الناس درجات وطبقات. طب ما تيجي نسمع مع بعض ونرجع نتكلم. تحصل تفرقه في غرف الملابس لما يكون لاعب الزمالك بيجدد. ربنا خلق الناس طبقات. راتبك هنا يا احمد مش زي الراتب بتاعي، مش زي راتب الكابتن سامي، مش زي راتب ابو تريكه. ربنا خلق بس الناس في طبقات. بعض الانديه العالميه حتى محدش اشتكى من اللعيبه. بس في نقطه كابتن هيثم، في الانديه العالميه حاليا اصبحت بتمشي بمبدا في سقف للرواتب، في سقف لحدود للرواتب حتى لا تتم التفرقه بين اللاعبين. لا تتم. طالما انت احسن مني او انا احسن منك خلاص. حلو قوي يا كابتن هيثم، يعني ربنا سبحانه وتعالى خلق الناس درجات وطبقات. طيب لما حضرتك عارف الكلام دوت، طلعت ليه في نفس البرنامج وفي نفس القناه بتتكلم على حق الرعايه بتاعت النادي الاهلي وانا اعلى منك في كل حاجه، في بطولات وقيمه تسويقيه وقاعده جماهيريه وكل حاجه. يعني انا مش عارف، انت راجل بتتكلم عايز تسوي نفسك بالنادي الاهلي وانت مش لاقي اتوبيس يودي اللعيبه المباريات. بتحط لزقه على التيشيرت في المباراه بتاعت كاس مصر عشان ما معكش تجيب تيشيرت. مش عارف تجدد اللعيبه بتاعتك. يعني انت في ليفل وانا في ليفل، بتتكلم عليا ليه في حق رعايه انت والكابتن خالد الغندور؟ ما تعرف حجمك الطبيعي وتتكلم فيه. وبتقول انا اكبر قلعه رياضيه في مصر، ما تتكلم على قدك يا كابتن. انت اللي لسه قايل ان انت ما بتاخدش زي ابو تريكه وزيزو ما بياخدش زي باقي اللعيبه، يبقى الناس درجات وطبقات، يبقى تتكلم في الدرجه بتاعتك والطبقه بتاعتك. بعد كده ما تتكلمش غير في الطبقه بتاعتك والدرجه بتاعتك. لو عجبك الفيديو ما تنساش متابعه اخوك الاهلاوي.